إذا مشاهدينا وهسه نورنا بالاستوديو الأستاذ الدكتور نشوان الطائي، استشاري جراحة الجهاز الهضمي وخبير جراحة السمنة، حتى نسولف وياه أكثر عن بكلة المعدة وفوائدها ومضارها. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك دكتور. أهلا بك. أهلا بك دكتور. بالبداية يعني حابين نعرف من عندك شنو هي بكلة المعدة وشنو منو ممكن تسوي وشنو أضرارها؟ نعم، عموما نحن نتحدث عن السمنة بشكل عام. السمنة مرض خطير جدا، أصبح متفشي في المجتمع الغربي والشرقي. علاج السمنة يتطلب في بعض الأحيان تداخلات جراحية. التداخلات الجراحية التقليدية التي أجريت منذ أكثر من 20 و 25 سنة أثبتت جدارتها، ولكن نحتاج نحن في بعض الأحيان إلى ابتكار طرق أخرى، ليس لتغيير نمط العمليات التقليدية، وإنما لإضافة خيارات أخرى لقسم محدد من المرضى، حتى أيضا نعطيهم قابلية لفهم وإدراك العمليات الجراحية البسيطة على هامش أمان أكثر، قلة تداخلات جراحية، وفائدة قد تكون مثلى ولكن ليس للوصول إلى الفائدة العظمى مثل عمليات الجراحة التقليدية. نعم. فهي إضافة خيارات للطبيب وللمريض. نعم. طيب دكتور، هو أصلا ليش خلينا نقول نسوي جراحة السمنة؟ نعم. عندما يصل المريض إلى مرحلة متقدمة من السمنة، يعني السمنة المفرطة، عندما يكون يعني معدل كتلة الجسم مات أكثر من 40، من الصعوبة إذا لم نقل من الاستحالة أنه يستطيع أن يستفاد من الأدوية أو الرجيمات الغذائية أو الرياضية. والسمنة هي مرض فتاك عموما، ليس من شكل الجسم وإنما من تأثيرها على الجسم، ارتفاع ضغط الدم، مرض السكر، أمراض القلب، سرطانات، مشاكل في المفاصل، مشاكل في النوم، تأثيرها السلبي على الحياة العملية، زيادة معدل الوفاة لدى السمنة تقريبا 30 إلى 50% من معدل الوفاة أكثر من الأصحاء أو اللي يكون وزنهم مثالي بنفس العمر والجنس. نعم. لذلك من الضروري جدا أن نتبع الأساليب الصحيحة لعلاج السمنة، وهنا تتوافق الحالات حسب قيمة الوزن لدى المريض. نعم. طيب نعم. دكتور، هل تعتبر جراحة السمنة هي آمنة؟ حاليا نعم، نستطيع أن نقول بأن جراحة السمنة أصبحت آمنة بفضل التجارب الكثيرة وبفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة المتطورة. نعم. ولكنها لا تخلو من مشاكل، لا يوجد جراحة تخلو من مشاكل، وهذا هو اللي خلانا نتبع بعض الابتكارات اللي قد تكون أقل مشاكلا وتؤدي إلى نتائج ممتازة جيدة، على الأقل هي أفضل من نتائج العلاجات التقليدية البسيطة كالرجيم الغذائي والدوائي. نعم. ولكنها لا تصل إلى مستوى الجراحات التقليدية، وهنا ابتكر الخبراء عملية بكلة المعدة أو ما نسميه بقرص المعدة الطولي. نعم. طيب دكتور، هناك عوائق تحول خلينا نقول دون قبول الجراحة خلينا نقول السمنة، فشنو هي البدائل؟ نعم. ليش المريض يرفض إجراء العملية أو يتردد في إجراء؟ أولا التكلفة العالية قد تكون أحد الأسباب، التخوف من المشاكل، التخوف من الوفاة في بعض الأحيان، التخوف من انتقادات المجتمع. نحن في بعض الأحيان المجتمع ينتقد الشخص، ليش سويت عملية، ايش لك بها؟ أيضا الشخص يتردد أنه يقوم بقطع جزء من جسمه، كان جزء من المعدة أو جزء من الأمعاء. أيضا التخوف من رجوع الوزن بالمستقبل. هاي التخوفات خلت المريض يتردد. عموما نحن السمنة تقريبا 30% من المجتمع يعاني من السمنة، ولكن 1% فقط من المرضى المصابين بالسمنة يتجه إلى التداخلات الجراحية، فهذا رقم قليل، بالرغم من أنه هذه العمليات تجرى أكثر من 1,000,000 عملية بالسنة، عمليات السمنة في العالم. نعم. طيب دكتور، هل هذه التقنيات هي تهدف إلى يعني الاستغناء عن عمليات الجراحة المتعارف عليها؟ لا، هي لا تستطيع أن تستغني عنها، لأن عمليات جراحة السمنة التقليدية هي عمليات ثابتة، ولكن هي ابتكار خيارات تسمح للجراح وللطبيب أن يكون له خيارات أفضل، وإلى إضافة تفاصيل معينة قد تكون بفائدة. نعم. طيب دكتور، احنا يعني انت ذكرت نقاط كلش مهمه عن هذه العمليه الجراحيه، لكن نحب تعطينا تفاصيل اكثر. يمكن هسه الناس يقولوا لك بكله المعده زين، شلون، شنو هاي، شنو الاجراء اللي ممكن يصير؟ تعطينا فكره توضيحيه اكثر للمشاهد اليوم حتى ياخذ فكره ويعرف انه شنو اجراء بكله المعده. بكلة المعدة أو مشبك المعدة الطولي هو جهاز مصنع من مادة التيتانيوم. مادة التيتانيوم هي مادة قوية
صلدة لا تتأثر بالعوامل الخارجية. قاموا بطلائها بمادة السيليكون. مادة السيليكون هي مادة رقيقة ناعمة، وأيضا لا تؤثر ولا تتأثر بالأنسجة داخل الجسم. حلو. خلوها تصير على شكل مشبك مثل الطوق مال الشعر، بطول حدود 16 سنتيمتر وشوية، العرض مالتها 1 سنتيمتر. هذه تدخل داخل المعدة من بواسطة الجراحة الناظورية. نعم. يتم وضعها بشكل طولي، تقسم المعدة إلى قسمين، قسم يمين وقسم يسار. القسم اليمين من المعدة راح يكون صغير جدا، حدود 20 إلى 25% من المعدة، وهذا بتواصل مع المريء ومع ال12، وهذا هو ستكون المعدة الجديدة التي ستستقبل الطعام ثم تخرجه إلى ال12. نعم. الجزء الأيسر من المعدة لهذا راح يكون خارج التغطية، خارج العمل. هذا الكليبس هو الرحيم، يعني مثل ما يصير حاجز. نعم. الحاجز يسد تقريبا 80% من المعدة من الأعلى إلى الأسفل، يترك تقريبا 10% من المعدة اتصال بين الجزء اليمين والجزء اليسار، حتى السوائل والإفرازات اللي تنفرز من الجزء اليسار تأخذ مسارها وتخرج خارج المعدة. حلو. الضغط المسلط من قبل هذا المشبك تقريبا 4 غرام على المليمتر المربع الواحد، سيكون ضغط خفيف جدا يمنع انتقال السوائل او الطعام بين الجزء الايسر عن الجزء الايمن. يعني عفوا دكتور، انت دا تتكلم عن نفس الموضوع، يعني حتى ما نروح على هاي. اليوم الشخص اللي كان مسوي قص معده، خلينا نقول هاي العمليه نفسها، بس خلينا نقول ما يكون قص، هي يكون موجود. تحاكي قص المعده. نحن قسمنا المعده الى قسمين، ولكن الجزء الغير شغال هو الغير قابل للعمل ما قصينا، بقينا. حلو. فائده هاي العمليه بينه بالمستقبل بعد سنه، بعد سنتين، بعد 5 سنين، الشخص حب انه يرجع المعده مالته، ندخل مره ثانيه بالناظور، نشيل المشبك نظريا، نشيل المشبك ترجع المعده كأن شيئا لم يكن. حلو. هذه فائده انه هي يسموها ريفرسال، يعني عمليه انعكاسيه، ممكن انه نعكس ما فعلناه في المستقبل القريب او البعيد، حسب المريض يقول انا اكتفيت ما اريد انزل بعد مثلا. نعم. او صار بها مشاكل معينه مثلا او شيء من هالقبيل هذه، فممكن انه اعاده وضع المعده الى ما كانت في سابق عهدها. حلو. طيب دكتور، حضرتك ذكرت يعني واحدة من الفوائد انه هي بعد فترة الشخص يقدر يشيل هذا المشبك من على المعدة، شنو الفوائد الثانية وشنو المضار لهذه الجراحة؟ نعم. الفائدة الأولى مثل ما قلنا هي حالة انعكاسية، الفائدة الثانية أنه هي تقلل من مخاطر التسريب. التسريب واحد من المشاكل اللي نعاني منها في عمليات قص المعدة. التسريب لا يوجد لأن ما عندنا قص، فما يصير عندنا تسريب إلا ما ندر. عملية ارتجاع المريء تكون قليلة لأن الضغط داخل المعدة يبقى منخفض بالقياس مع عمليات قص المعدة، وهذا أيضا شيء مهم. التداخل قد يكون أقل حدية، يعني أقل توغلا من التداخلات الأخرى، ولذلك المريض ممكن أنه يعود إلى حالته الطبيعية من حيث الحركة والطعام هذه خلال تقريبا 3 إلى 4 أيام. نعم. طيب مشاكلها أيضا هناك مشاكل، كما لدينا إيجابيات لدينا مشاكل. أولا التكلفة تكون أغلى، هذه وحدة. 2 معدل نزول الوزن، وهذا هو نحن النتائج المرجوة. أيوة. معدل نزول الوزن في استعمال هذه الحالة هو 35% من الوزن الزائد المريض. نعم. مقارنة مع 70% من الوزن الزائد المريض لعمليات قص المعدة، و80% من عمليات تغيير المسار. فإذا هي تؤدي 50% من كفاءة قص المعدة. فهذه مهمة جدا، نحن لازم نوازن بين ما نفعله وما نطلبه. يعني دكتور بهذه الحالة أنه ممكن أكو أشخاص يعني يقدرون يسوون هذه العملية، واكو اشخاص يمكن لا ما تفيدهم، يعني لانه ما راح ينزلون هوايه. لذلك قلنا هي خيار، هي حسب هي الشخص، ضمن خيارات الحالة، ولذلك هنا على الطبيب وعلى المريض وعلى الإدارة اللي تقود هذه المؤسسة الصحية أن تتعامل بحذر مع الحالة، كل حالة على حدة، وما هي الأنسب لها. من المشاكل الأخرى اللي قد تحدث هو عملية زحزحة البكلة. هذه أيضا مشكلة كبيرة تحدث تقريبا بين 7 إلى 10%. معناته بأنه نحن خلينا هاي البكلة أو المشبك، قسمنا المعدة إلى قسمين، بعد سنة أو أقل أو أكثر ممكن تتحرك. ليش؟ لأن هي معتمدة على ضغطها على المعدة، وأيضا معتمدة على خياط نحن نخيطها على المعدة. بس ممكن هذا الخياط يتلاشى، الضغط مالتها يقل تنحرف إما إلى اليسار أو إلى اليمين أو إلى الأعلى أو إلى الأسفل. هذه الانحرافات قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة. يعني إذا انحرفت إلى اليسار راح تكبر المعدة والمريض راح يرجع يسمى مرة ثانية. أكيد. إذا انحرفت إلى اليمين راح تسد المعدة، فيصير عندنا في الحالة من اختناق المعدة أو انغلاق المعدة. إذا تحركت إلى الأعلى قد تروح إلى
حجاب الحاجز او الضحاك انحرفت الى الاسفل، راح تروح على البنكرياس وهنا راح تسوي لنا مشكله كلش كبيره. النقطة الأخرى نحن عندنا نتائج سلبية من رابط المعدة العلوي اللي كان قبل الثمانينات بدأوا يستخدمون، كان خليط مثل حزام على المعدة، نقسم المعدة إلى قسم علوي صغير وقسم سفلي كبير. حاليا نحن قسمناها بالطول، سابقا كنا نقسمها بالعرض. بعد مرور سنوات بدأت المشاكل، صار عندنا تضيق، صار عندنا التهابات، صار عندنا التصاقات، صار عندنا تقرحات، صار عندنا نزوفات، صار عندنا عدم استجابة. من جينا نريد نشيل هاي الحلقة واجهنا مشاكل جمة بسبب الالتصاقات والاختناقات. فنحن خوفا من المستقبل البعيد بعد 5 سنين او 10 سنين من وضع هذه المشبك، هل سيكون نتائجها نفس نتائج الحلقه؟ بالنسبه لي اقول نعم، لان هي نفس الماده. وهنا اذا التصقت مع البنكرياس او التصقت مع الجدار الخلفي للبطن قد تؤدي الى مشاكل خطيره، وقد يكون عمليه رفعها اصعب من عمليه وضعها. اكيد فعلا. طيب دكتور، انت قلت اكو حالات ممكن تكون انه مناسب لهم، فاحنا حابين نعرف، واهم من اكو حالات تكون مو مناسبه لهم، حابين نعرف منو هم خلينا نقول مرضى السمنه اللي ممكن يقدرون يسوون هاي الاجراء الجراحي، خلينا نقول بكله المعده، واكو اشخاص ما يقدرون، وليش يعني الاشخاص اللي ما يقدرون؟ شلون نحدد نحن السمنه؟ ابسط شيء عندنا هو معدل كتله الجسم، الوزن بالكيلوغرام، تقسيم الطول بالمتر تربيع. اللي الرقم يطلع 30 وجوه هذا مسمن، هذا زياده وزن ما يحتاج له اي تداخل جراحي. اذا كان الوزن بين 30 وال 35 هذا نسميه السمنه درجه اولى، بسيطه هذه ممكن استخدامها. ممكن استخدام بكله المعده، ممكن استخدام بالون المعده، ممكن استخدام اجراءات اخرى غير الجراحات التقليديه. اذا المريض بين ال 35 وال 40 هذا سمنه درجه ثانيه. هنا المريض يخاف يقص المعده، يخاف من المشاكل، عنده استرجاع، يقول انا اريد اعكس العمليه بعد فتره قصيره، نعم هذا ايضا ممكن انه نستخدم هاي الطريقه. اذا عبر البي ام اي او عبر معدل الكتله اكثر من 40 فهذه العمليه غير مناسبه وغير كفؤه ولا تفي لتحقيق الهدف المنشود. نعم. اذا عندنا عمليه سمنه، يعني اعاده عمليه سمنه، فايضا هذا النوع من العمليات لا تناسب اعاده العمليات. نعم. طبعا دكتور انا حابه يعني اعرف رايك الشخصي بهذا النوع من العمليات، لانه اليوم همنا يمكن صاروا الشخص اللي محتاج هذه العمليه واللي ما محتاج ده يسوي عمليات جراحيه، ان كان هذا النوع وان كان غيره من الانواع. فحابين تنطينا رايك بالموضوع، لانه اليوم يمكن هوايه من البنات يعني تقول ايه الدكتور ترى الولد هم يدورون عمليات، صاروا هم يدورون فعلا يعني اكيد بس اليوم يمكن الشخص ينتظر يعني بس انه واحد يشجع ولو بشيء بسيط انه يسوي او لا ما يسوي. خلينا ناخذ فكره اساسيه، الحجر الزاويه الاساس هو سلامه المريض. يعني هذه ليست عمليات تجميليه وليست عمليات تجاريه، هي عمليات تغيير نمط حياه. ووجود جسم غريب في داخل البطن بحد ذاته هو يشكل نوع من الخطوره. ولذلك نحن يجب ان نوازن، يعني الوازع الاخلاقي يجب ان يكون لدينا اكبر من الوازع العلمي او من النتائج المرجوه. برايي هذه العمليه جديده، لم تصل الى مستوى انه يعترف بها من قبل منظمه الغذاء والدواء العالميه، وهذا معناته بانه هي لا زالت قيد التجربه ولا زالت قيد التمحيص، ولذلك يجب عدم الاستعجال في استخدامها الا من قبل اطباء مختصين وبعد دراسه عميقه عن حاله المريض ومدى فائدتها ومضارها له. نعم. طيب تفضلي جوزة. تفضلي. بس حبيت اعرف عن الفئه العمريه اللي الاشخاص اللي ممكن يقدرون يسوون هالاجراء، منو هم الاعمار اللي مناسب انه اليوم مثلا حابين يسوون العمليه والعمر يكون مناسب؟ جراحه السمنه لا تقتصر على عمر، نحن تحدثنا في فتره من الفترات على عمليات السمنه عند الاطفال. اذا اضطررنا الى اجراء تداخلات جراحيه للسمنه في اي وقت ممكن اجراءها، ولكن مفضل ان يكون الشخص واعي وقابل على اخذ قرار، وذلك بين 18 سنه الى 60 سنه او 65 سنه نعم ممكن اجراءها. هاي العمليه مفضله للشباب بصراحه. ليش؟ لان انه راح يقدر يتعامل معها بشكل صحيح، وايضا له ان شاء الله طول العمر للجميع فتره من العمر بحيث ممكن نحن نغيرها بالمستقبل. يعني ممكن انه نضيف عمليه اخرى او نغير العمليه بالمستقبل. نعم. طبعا دكتور شكرا لوجودك ويانا، شكرا على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، نورتنا. شكرا لك دكتور. تحياتي. ومشاهدينا إلى موضوع آخر بحلقتنا لليوم. طبعا يقال إن البيت الجديد بداية جديدة،
لكن يبدو أن هذه البداية ليست دائما سهلة. فبحسب استطلاع رأي بريطاني حديث تبين أنه الانتقال إلى منزل جديد يعد من أكثر الأحداث المسببة للتوتر في حياة الإنسان، بل وأكثر جهدا من إنجاب طفل أو حتى الخضوع لمقابلة عمل. نعم جلزار، قد يبدو الأمر غريبا للوهلة الأولى، لكن عندما نفكر في التفاصيل من الترتيبات، النقل، التغييرات الاجتماعية وضغط المسؤوليات، ندرك أن البيت الجديد أحيانا يعني ضغطا نفسيا جديدا. نعم يا كريستينا، في فقرتنا اليوم نسلط الضوء على هذه الظاهرة من زاوية إنسانية واجتماعية، ونسأل لماذا يعتبر الانتقال من بيت لآخر مرهقا، وكيف ينعكس ذلك على المرأة والأسرة، وهل هناك دعم كافي